لو محتارة بقى تعملي فطار إيه النهارده، تعالي بقى أقول لِك على أضبط طريقة تعملي بيها الكفتة المشوية من غير شوايات ولا فحم ولا أي حاجة. النهارده هنعمل كفتة سريعة وبسيطة جدًا، هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية كده معايا قطعة من الدهنة كبيرة، معايا قرنين 3 كده فلفل حراق وبصلاية باضربهم في الكبة، ومعاهم كده شوية من البقدونس، ومعايا هنا كوباية من البرغل، ومعايا كيلو من اللحمة. طبعًا لو هتعملي نص كيلو لحمة يبقى نص كوباية من البرغل. هنفرم كل ده كده في الكبة ونحط بقى بهارات فراخ، بهارات لحمة، بهارات كفتة، وهنحط كمان فلفل اسود وبابريكا وشوية من البيكنج باودر وملح وخلاص على كده، وبحط كمان فيها مكعب من الماجي. بقلبهم كده كويس جدا مع بعض بعد ما اتفرموا كويس جدا في الكبة، وبعدين ببدأ ان انا اصبعها كده واحطها على عين البوتاجاز من فوق، وبعدين بحطها في الشواية وبطفلها فحمة زي ما انتم شايفين. وجنب اي رز بقى عندك، رز اصفر او رز بشعرية مع سلطة خضراء وطحينة، وبألف هنا وشفا.